من بعد هذا الفيديو ما عاد رح تشتروا زبدة الفول السوداني، رح تحضروها بالبيت بمكون واحد بس، ورح أعملكم إياها بقوامين مختلفين، قوام الأملس الناعم والقوام اللي بيكون خشن وجامد شوي، وكل نوع بنستخدمه بوصفات مختلفة. وفيكم طبعا بدل الفول السوداني تستخدموا أي نوع مكسرات انتو حابينه. قبل ما نبلش بالفيديو، إذا كنتوا لسه مو مشتركين بقناتي مطبخ إسراء كيتشن 1 يا ريت تشتركوا، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد بنزله عندي بالقناة. بالبداية رح أجيب فول سوداني، الفول السوداني ني مو مالح ولا محمص، رح أحمصه أنا عندي بالبيت. رح أفردهن بصينية وأدخلهن على الفرن، وكل كم دقيقة بقلب الفول السوداني لحتى يحمر من كل الجهات وآخذ اللون الذهبي الحلو مثل ما انكم شايفين. هلأ هون بعد ما بردوا. هلأ رح أخذ نص هاي الكمية. هلأ أنا هون حمصت كيلو، رح أخذ نص كيلو أحطهن بالخلاط. هلأ الخلاط اللي عندي قوي أكتر من 1500 واط، فبتحمل إن أعمل فيه زبدة مكسرات بدون أي إضافات، وفيه هو زر خاص لعمل زبدة المكسرات. رح أشغله، وفي لها كمان عصاية بتحرك المكسرات حتى ما تجمع على الجوانب. هلأ أنا بدي القوام يكون خشن شوي، ما بدي أنعم هي الزبدة كتير. شايفين شلون قوامها خشنة، لسه مانها مطحونة كتير منيح حبات الفول السوداني. رح أفرغهن ببرطمان دا يكون نظيف وناشف ما في أي نقطة مي. هلأ هاي الزبدة أنا لشو بستخدمها لحشو التمر أكتر شيء، وممكن حتى تدهنوا فيها خبز التوست. ماشي، هذا خلصنا هيك أول نوع. هلأ نص الكيلو اللي ضل عندي رح أرجع أطحنهن كمان بالخلاط، بس هالمرة بدي أنعمهن كثير منيح. شايفين القوام اللي حصلت عليه قديش ناعم وأملس؟ هلا انتو بالبيت لو خلاطكم مو قوي أقل من 1500 واط شو بتعملوا؟ بتخلوا الفول السوداني يكون دافي شوي، بتحطوه بمطحنة القهوة وبعدين بتقيموه من المطحنة وبتطحنوه بالخلاط، وممكن تحتاجوا انكم تضيفوا معلقة او معلقتين زيت نباتي بتحصلوا على نفس هذا القوام. لو حابين اعملكم اياها بالخلاط العادي اكتبوا لي بالتعليقات. شايفين ما اسهل وصفتنا؟ عملنا نوعين من زبدة الفول السوداني، النوع الناعم الأملس بستخدمه بعمل الحلويات، أكتر شي بستخدمه بعمل الحلويات الصحي، سبق إني عملت مافين صحي واستخدمت فيه زبدة الفول السوداني، بتعطي طعم وقوام كتير رائع. بتمنى إنكم تكونوا حبيتوا فيديو اليوم. شكرا كثير لحسن المتابعة. استنوني إن شاء الله بفيديو جديد رح أستخدم فيه زبدة الفول السوداني.